السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى انكم تكونوا احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا على فيديو ديال اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا معقوده اللي سهله بزاف وسريعه واقتصاديه في نفس الوقت. على بركه الله. غادي نبداو دابا بالمكونات الخلطه السحريه اللي كتعطينا القرمشه المعقوده ديالنا. فغادي نحتاج نص كاس د الطحين مع ملعقه صغيره د الخميره د الخبز، خميره حبيبات مع الابزار والكركم وفلفل احمر اي بابريكا وشويه د الملح. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم جيدا، وغادي نبدا نضيف هنايا الماء بالتدريج. عندي واحد نص د الكاس قدامي د الماء، فغادي نبدا نضيفه بالتدريج. صافي انا كنضيف وانا كنخلط، كنفسخ ديك الحبيبات د الطحين كاملين باش الخليط ديالنا كيرجع متساوي. صافي نتوما بقاو تزيدوا الماء ونتوما كتحركوا، يعني الا احتاجتوا اكثر من نص الماء، يعني الا كان الطحين ديالكم كيشرب بزاف فزيدوهم. صافي يعني الخليط مخصوش يكون ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. صافي هنا غادي نحتاج 3 د البطاطيوات انا عندي هنايا كما كتشاهدوا معايا، اللي سلقتهم بالقشور ديالهم وهنايا هما باقين سخونين. غادي نحاول نقشرهم كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما قشرت البطاطيوات ديالي غادي نجيب هنايا واحد فرشيطه وغادي نبدا نمعص بها البطاطا ديالي كما كتشاهدوا معايا هيدا. صافي من بعد ما معصت البطاطا ديالي مباشره غادي نضيف عليها هاد التوابل هادو اللي عندي الربع هنايا، القزبر والمعدنوس مدقوقين صغارين، مع جوج فصوص د الثوم اللي حتى هما مدقوقين صغارين، مع شويه د ملاح وشويه د الكركم والبابريكا والابزار. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان، وغادي نضيف هنايا عفوا شويه د الحار. يعني الحار كيبقى اختياري، الا كنتو كتبغيو الحار فكيجي لذيذ بزاف هاد المعقوده هادي. صافي هنايا غادي نجيب واحد الفرشيطه غادي نبدا نخلط بها. من بعد غادي نستعمل الايدين ديالي، غادي نعجن هذا الخليط هذا مزيان حتى كيدخل لي ديك العطريه في البطاطا ديالنا. وحتى ديك البابريكا كتخلط مزيان حتى كتعطينا اللوين في البطاطا ديالنا بحال هذا الشكل هذا. صافي غادي ننزل البطاطا ديالي غادي نخليها حتى كتبرد شديتو باش كنقدروا نشكلوها بالايدين ديالنا. صافي هنايا غادي نبدا من هاد الكويرات هادو من هاد الشكل هذا، وديك الخلطه اللي حضرنا مع بعضياتنا قبيله كتخمرنا يعني على جنب. صافي وهاد الخليط هذا وهاد البطاطا هادي غادي نبقى نكورها بنفس الشكل حتى نكمل الكميه ديالي كامله. صافي وهنايا الخليط ديالي من بعد ما ارتاح واحد بين 10 دقائق هيدا حتى لربع ساعه، غادي نبدا نقوز فيه البطاطا ديالي وغادي نسقطرها مزيان ديك العجينه. صافي وغادي نعملها في واحد المقيله اللي فيها شويه الزيت اللي سخونه. صافي غادي نبقى في نفس الشكل حتى نكمل الكميه ديالي المعقوده كامله، وهذا هو الشكل النهائي المعقوده اللي حضرناها مع بعضياتنا. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا بزاف على مشاهده الفيديو ديالي، وشكرا بزاف الناس اللي مشتركين في القناه، واللي ما مشتركش كنبغي نقول له اشترك في القناه فضلا وليس امرا. ونتلاقاو في فيديو اللي ما يجي ان شاء الله بوصه جديده اللي تنال الاعجاب ديالكم، ونكون في حسن الظن ديالكم. مع السلامه، دمتم في امان الله وحفظه. الى الفيديو القادم ان شاء الله.